السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلابي في كل مكان. معاكم مستر محمد القاضي، وبإذن الله ناويين نساعد حضرتك في التحسن في اللغة الإنجليزية. أنا عايز حضرتك النهاردة تتفائل خير. أنا عارف ناس كتير مننا من الناس اللي بتتفرج عليا شايفة إن الإنجليش مادة من المواد اللي صعب إن أنت تخش تقفلها في أي امتحان. الكلام ده كلام خاطئ تماما. الإنجليش مادة بتاعت فول مارك، ينفع نقفلها، ينفع تخش وعندك يقين ان انت عارف هتحل ايه. خلي بالك القطعه اللي انت بتحلها بالشبه دي ليها طريقه في الحل، بس انت ولا مره درستها. والكلمات اللي انت بتقعد تنزل بيها على عواميد دي لحد ما ايدك وجعتك، الكلمات دي ليها طريقه في حفظها تخليها تثبت على طول وعمرها ما تتنسي. تعال اقول لك ايه هي الطريقه السحريه اللي تخليك تتقن 1000 كلمه. احنا مترجتين في الكورس في الاربع محاضرات 1000 كلمه باذن الله، والجرامر الاساسي كله باذن ربنا. رب لو مستواك صفر خالص انا هاخدك من الصفر ده اعلي مستواك لحد ما تاخد بالك بالتحسن الملحوظ، لان المناهج مستواها B2. وحضرتك لو رحت بالمستوى ده دايما هتخرج من الامتحان تقول لي القطعه صعبه، دايما هتقول لي الكلمات كتيره ومش عارف احفظها لان مستواك ضعيف. احنا هناخد المستوى ده ونحسنه. والصراحه انا مش هينفع ابدا مع حضرتك منهج قبل ما مستواك يتحسن. ولو انت رحت بدأت منهج، اصل الحكاية مش نبدأ وخلاص. لو رحت بدأت وانت مستواك ضعيف ولا اي حاجة، هتقعد تحفظ كلمات انت مش عارف بتحفظها ليه، وتقعد كمية كبيرة قوي من المذاكرة في الانجليش، وفي الاخر درجتك تبقى وحشة جدا. انا من الاول هبدأ صح، هحط اساس مظبوط. يلا بينا نشوف ايه هو المستوى A1. و A1 ده اقل مستوى في الانجليش، بس احنا هنبدأ واحدة واحدة. سمي الله واستعين بالله واشرب شويه ميه كده وتعالى يلا بينا نبدا مع بعض. طبعا في شخصيه هتساعدنا دايما في الموضوع ده، احنا والفريق كده سمينا الشخصيه اللي هتساعدك في البدايه اسمها مستر بيرفكت انجلش، يعني عشان خاطر تحط لنفسك حماس انك هتبقى جامد جدا في الانجليش. وبيرفكت معناها كامل او قوي او جامد كده. طيب تعالى نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه عندنا خالص، احنا طبعا خدنا في الفترة اللي هي المحاضرة التمهيدية خدنا الناونز والبروناونز، خدنا الفيرب، عرفنا شوية حاجات اللي هي بنسميها التمهيد. لكن النهاردة هبدأ أكون جملة حقيقية. لما أجي أكون جملة حقيقية في الإنجليش هلاقي نفسي عندي البريزنت سامبل تنس، زمن المضارع البسيط. إيه هو زمن المضارع البسيط في الإنجليش؟ ركز معايا يا بطل، ده أول حاجة خالص. ممكن ما نلاقيهوش في مناهجنا السنه دي، لكن مطالبين بيه تراكمي نكون عارفينه في الجمله. بعرف اعمل جمله يبقى لازم استخدم بريزنت سامبل. طيب البريزنت سامبل تنس او زمن المضارع البسيط هو عباره عن ايه؟ عباره على اني عايز اتكلم عن حاجه بتحصل باستمرار معايا. زي مثلا انا كل يوم اروح العب كوره، فعايز اقول انا العب الكره كل يوم. اقولها ازاي؟ انا خدناها في الضماير اي. جدع. طب عايز اقول بقى انا بلعب الكرة. طب هلعب الكرة دي يعني ايه؟ بلاي. عايز احط بلاي في البريزنت سامبل. بريزنت سامبل يعني مضارع. قال لي بص بقى، لو انا عندي الضمير اي او يو او وي او زي، هحط اساس الفعل، يعني هحط الفعل بدون اي اضافة. لو عندي اي او يو او وي او زي هحط الفعل بدون اي اضافة، مفيش اي اضافه للفعل. زي مثلا زي، برافو عليك، هنا study، ما ضفناش حاجه لكلمه study. English every day، هم بيذاكروا انجليزي كل يوم. زي كلمه بلاي لو حطيناها نحطها زي ما هي. ده درسناه انا وانت في الفيرب في المحاضره التمهيديه، كان اسمه الانفينيتيف يعني المصدر. يبقى زي study English every day، هم بيذاكروا انجليش، ده معناه ان هي حاجه بتحصل فيها تكرار. طيب هنا شي بلايس، قال لي دقيقه واحده بقى. حضرتك لما قلت هي او شي او ات، جينا عند الفيرب بتاعنا ضفنا له يا اما اس يا اما اي اس، يا اما ساعات في بعض الافعال بنضيف لها اي اي اس اذا انتهت الكلمه بواي، زي كلمه ستادي. انا لو بصيت على ستادي منتهيه بواي قبلها ايه؟ ساكن. فالقاعدة بتقول لي لو عندي كونستانت ساكن زائد واي يحول إلى اي. برافو عليك. يعني أنا لو هبص على الكلمة دي هيبقى اسمها كده، هيبقى اسمها studies. طيب
يبقى اول حاجه لو بصيت على البريزنت سامبل في الاثبات هبص عليه كده مع الاي واليو والوي والزي، احط الفعل في المصدر، مع الهي والشي والات بحط الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس. ده كده اول حاجه عندنا. يبقى انا لو حبيت اعمل جمله صغيره واقول لك مثلا ان انا العب الكره كل يوم، مين يعملها معايا؟ يلا بينا، برافو عليك. تعال انا وانت كده نقول يعني انا برافو جدا اي. طب العب الكره، انا لسه بلعب الكره، يبقى هاخد الفعل احطه بدون اضافه، يبقى اي ايه؟ اي بلاي فوتبول. انا بلعب الكره دي امتى؟ قال لي افري داي، يعني كل ايه؟ كل يوم. طب لو انا غيرت الجمله اللي قدامك دي وقلت انه هو يذاكر اللغه الانجليزيه، هو بيذاكر اللغه الانجليزيه كل يوم. طب تعال نحول الجمله دي كده، يلا بينا. هو يعني برافو عليك هي. طيب عايز يذاكر دي بريزنت، احطها ازاي؟ بدل ما هي ستادي هيبقى اسمها ستادي، لا اسمها ستادس. هي ستادس انجلش، هو بيذاكر الانجليش ده، برافو عليك جدا، every day. يبقى انت كده اتعلمت تعمل جمله في البريزنت سامبل. لو انا شلت هي وخليت ده علي عادي، يبقى علي هو اللي بيذاكر انجليش كل يوم. لو انا شلت اي دي وحولتها مثلا لزي عادي، هم بيلعبوا الكوره كل يوم. حسب ما هتغير الاسم اللي هتحطه او الضمير تتكون الجمله. لكن انا عندي يا اما الفعل في المصدر، ادي يا اما الفعل في المصدر، يا اما الفعل بتاعنا بيتضاف له اس او اس او اي اس. شوف الراجل الزعلان ده بدا تعال نشوفه كده، هنطلع كده نبدا نلاقيه فرح بقى وبدا يحس انه مبسوط. لسه زعلان زي ما هو ليه؟ عشان حضرتك متضايق ودايما تقول لي انا ضعيف في الانجليش. انا عايز الانجليش يتحسن، ركز معايا وتعال نشوف. انا لو حبيت اسال سؤال في البريزنت، اللي فوت ده كان بيقول لي يا مستر انا بلعب الكوره. طب عايز اسالك هو انت بتلعب الكوره كل يوم؟ اسالها ازاي هو انت دي؟ ازاي اقول لك هل؟ بص بقى يا مستر، بستخدم دو او بستخدم داز. طب تعال نشوف بنستخدم دو او داز ازاي. دو تستخدم لو الجمله فيها اي او فيها يو او فيها وي او فيها زي، او انا بتكلم على اسم جمع بستخدم دو. يعني اقول لحضرتك دو يو لايك بيتزا، دو يو لايك بيتزا، هترد عليا تقول لي يس اي دو او نو اي دونت. يبقى ده كده سؤال في البريزنت سامبل. يبقى البريزنت سامبل بسال بايه؟ برافو عليك، بدو. او لو انا بقى الضمير اللي عندي في الجمله الفاعل هي او شي او ات، فانا هسال بكلمه تانية اسمها ايه؟ لا يا دكتور اسمها does. يبقى does he does she does it، او ممكن نحط اسم مفرد. يبقى مع المفرد بستخدم does. زي مثلا لما يقول لي does he walk to school، does he walk to school، يبقى انا هنا بتكلم عن السؤال في البريزنت سامبل. الدو او does بسال بيهم في البريزنت سامبل. الديد دي لا، دي ماضي. امال ايه تاني يا مستر؟ اي حاجه تانية لا، ينفع بس احط اداه استفهام. يعني ممكن اقول لك where where do they study او بسال حضرتك where does he walk. تمام؟ يعني ينفع احط اداه استفهام عندي عشان اسال بيها لو انا هكون سؤال. طب تعال انا وانت نروح للنفي. لو انا هنفي الجمله اعمل ازاي؟ شوف بقى انت لما اتحسنت الراجل بدا يفرح ازاي. برافو عليك، ركز معايا كده. اول حاجه لو انا هستخدم الجمله في النفي في النيجاتيف اعمل ايه؟ انا هنفي الجمله بنفي يا اما بدونت يا اما بنفي بدازنت، يا اما دونت يا اما يا دكاتره دازنت. برافو عليك. خلي بالك حضرتك لو انت اتحسنت في الانجليش الكلام ده سهل بسيط جدا. لو اتحسنت هتاخد بالك ان انت كل حاجه عندك بتتحسن. بص يا مستر، في النيجاتيف فورم او الجمله بتاعت النيجاتيف مع الاي والزي والوي واليو برضو اي اسم من الاسماء ايه؟ الجمع. يعني انا لو بتكلم عن التيتشرز المدرسين فهقول لك دونت دونت، يبقى انا بتكلم عنهم كجمع. طب تعالى بقى انا وانت
دونت. ها ينفع دونت شي؟ لا يا مستر، هو بيقول لي انا بستخدم كلمه دونت مع الاي والزي والوي واليو. زي مثلا هنا لما يقول لي ها دو يو لايك بيتزا، هقول له نو اي ايه ها اي دونت. نو اي دونت. نو زي دونت مع الزي، لكن الداز هي اللي مع الهي والشي والايت او اي اسم من الاسماء المفرد. وخلي بالك بقى، دونت ودازنت ياتي بعدهم الفعل في الاساس في المصدر. دونت ودازنت ياتي بعدهم الفعل في الاساس في الايه يا شباب؟ ها في المصدر. يبقى انا ممكن اقول لك ايه؟ doesn't she. doesn't she او no she doesn't. no she ايه يا شباب؟ ها doesn't. فلازم حضرتك تبقى واخد بالك. طب تعال نبص على الاكزامبلز عشان نعمل براكتس سريع كده. do you go to school؟ ها no I don't. does he watch TV؟ no he doesn't. طب does she like coffee؟ no she doesn't. طب do you live in Cairo؟ no we don't. طب do they play football؟ no they don't. يبقى دي كلمات واضحة، ده اسمه النفي. يبقى أنا وأنت عارفين إن النفي ده من الحاجات المهمة في الإنجليش. كده خدنا الإثبات، كده خدنا السؤال، كده خدنا النفي. طب تعالنا وأنت نشوف إيه هي الحاجات اللي لو استخدمتها أبقى أنا كده بتكلم عن البريزنت سيمبل. من أساسيات الحاجات اللي لازم تعرفها إن البريزنت سيمبل هو حاجة بتدل على إن أنا بعمل الشيء ده باستمرار، عندي عادة. يعني أنا متعود ألعب كورة، متعود أشرب شاي، متعود أذاكر إنجليش، فبستخدم بريزنت سيمبل. على الرغم إن ده معناه إن أنا عملته امبارح بس هعمله بكرة، يبقى دي هنا هابت، عادة. أي عادة بقى بستخدمها في البريزنت سيمبل. بس عندي حاجة، بص بقى كده، العادات درجات. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك هل أنت دايما بتشرب شاي؟ هتقول لي والله انا always دايما بشرب شاي. والكلمه دي لما اجي استخدمها هقول كده I always مثلا play football. يبقى انا دايما بلعب كوره. لاحظ ان انا استخدمتها مكانها فين في الجمله يا دكاتره؟ برافو عليك، ده الفيرب. ادي الفعل انا حطيتها قبل الفعل، يبقى تاتي الكلمات الداله دي قبل الفعل. يبقى I always زي usually. usually نسبتها قد ايه؟ 70%. دي 100% بعمل الحاجة. 70% هنا قلنا شوية. أنا usually جاية من حاجة اسمها ايه يا شباب؟ usual habit، يعني عادات بنعملها usual. واليونت الأول بتاعنا في الكورس بتاعنا دون هتلاقي اسمه unusual jobs، وظائف غير عادية. يوجوال معناها عادة، حاجة بنعملها دايما بس بنسبة 70%. طب often يعني غالبا 50%. طب sometimes أحيانا 30%. طب seldom أو rarely هنا نسبة الإيه؟ في كلمة تانية اسمها rarely معناها نادرا هي وسيلدم، والاتنين دول بيفيدوا النفي. يعني أنا بعمل حاجة دي قليل جدا 20%. آخر حاجة كلمة never معناها مش بعملها خالص خالص خالص. طبعا في كلمة every day يعني كل يوم، every week كل اسبوع، every month every year every summer. every بقى جاية مع اي حاجة. انا زي ما قلت لحضرتك الكلمات الدالة دايما تيجي قبل الفعل. I often study، انا often study. ساعات on، انت عارف ان ايه؟ ان on بتيجي دايما مع الايام، فاون لما تيجي مع الايام تدل على البريزنت سيمبل. ساعات برضو كلمة زي كلمة this لما نكون بنتكلم على this morning، لان هي تدل على القريب، حاجه بتحصل في الوقت القريب، يعني احنا دايما بنعملها بشيء قريب. يبقى دي الكلمات اللي لو شفتها اعرف ان انا في البريزنت سيمبل. طب تعالى اقول لك برضو من ضمن الحاجات اللي بستخدمها امتى البريزنت سيمبل يستخدم. احنا قلنا انا وانت بيستخدم مع الهابتس، العادات والروتين اليومي. يستخدم البريزنت سيمبل يا معلم مع العادات والروتين اليومي. I get up at 7 o'clock every day. أنا بصحى الساعة 7 كل يوم. الراجل ده بيعمل ده باستمرار، يعني مش بيعمله مرة. لو عمله مرة ده حاجة تانية خالص، هنروح لزمن تاني. هو كل يوم get up يعني يستيقظ at 7 o'clock every day. بيستيقظ الساعة 7 كل يوم. برافو عليك. طب she goes to school by bus. هي متعودة تروح المدرسة بالأتوبيس. يبقى البريزنت سيمبل بيعبر عن العادة اليومية، الهابت، عن الروتين
الروتين اليومي اللي انت بتعمله. برضو من ضمن الحاجات اللي بيقولها البريزنت سمبل يعبر عن الفاكتس. شوف الحقائق والحاجات اللي بيكون فيها جنرال تروث، يعني حقيقة عامة، حاجة أنا متأكد إنها بتحصل. زي الشمس هتطلع النهاردة، أكيد هتطلع. فأنا هنا بتكلم the sun rises in the east، يبقى هنا الشمس بتشرق من الشرق، يبقى دي حاجة ثابتة. water boils at 100%، يبقى المية إيه اللي بيحصل لها؟ هتغلي عند درجة كام؟ 100. خلي بالك أنا هنا ما استخدمتش كي ووردز، هنا ما استخدمتش كي ووردز، هي دي كلمات أصلا جاهزة. أنا بصحى الساعة 7 مش محتاج كلمات، دي هابت. أنا هنا عندي الشمس بتطلع من الشرق، دي فاكت، حقيقة. طب تعال نبص بقى، لو عندي حاجات فيها مشاعر ثابتة بنقول عليها الإيه بقى؟ الستيتيف. ستيتيف فيربس، الأفعال التقريرية. أنا بحبك، مفيش بقى يا مستر حاجة اسمها أنا بحبك مرة، لأن الحب مش هيخلص. I love you، عمر ما I love you دي أقول لك I am loving you now. I am loving you now معناها بحبك مرة، بحبك دلوقتي بس، وده كده معنى بايخ. I love you معناها بحبك، وأكيد قصدي أقول لك إن أنا بحبك بشكل مستمر ويومي. مش مهم أنا بقى ممكن ما أكونش بحبك، لكن أنا في الحقيقة الصراحة بحبك، وبحبك جدا كمان لو ذاكرت معايا إنجلش. ركز معايا هنا، يبقى I like coffee. He wants to be a doctor، هو جواه شعور عايز يبقى دكتور. يبقى المشاعر والحاجات اللي فيها تقرير بستخدم فيها present simple. بعد كده بيقول لي التايم تيبل. التايم تيبل يا شباب المواعيد الإجبارية اللي هي دايما محطوطة لنا في جدول، موجودة في القطر، موجودة في البرامج، موجودة في حاجات ثابتة، جدول مدرسة، جدول امتحان، مش انت اللي حاطط الجدول ده، فده بنسميها مستر تايم تيبل. تعال هنا بيقول لي the train leaves at 6، القطر هيغادر الساعة 7، مش انت اللي حاطط ميعاده، ولا الماتش هيبدأ الساعة كذا، ولا الليسون هيبدأ الساعة كذا، كل دي اسمها مواعيد. يبقى الأربع حاجات دول هم اليوزج بتاع البريزنت سامبل بتاعنا. يبقى البريزنت سامبل دي استخداماته. يبقى أنا عرفت كده، عرفت الإثبات، عرفت النفي، عرفت الكويستشن السؤال، وعرفت اليوزج الاستخدام. من ضمن برضو الحاجات اللي لازم بقى أعرفها عن البريزنت سامبل جامدة جدا، انا اي فعل هحطه في البريزنت سمبل هطبق عليه القواعد اللي انا قلتها دي، ما عدا بعض الافعال تيجي نحطها في البريزنت سمبل تطلع شكلها مختلف شويه. اول هذه الافعال هو فيرب تو بي. فيرب تو بي ليه حاله خاصه في البريزنت سمبل لما نيجي نستخدمه. انا هنا بقول ان انا جاي، هو اسمه بي، الكلمه بتاعتنا اسمها بي بمعنى يكون. واحد يقول لي بس خلاص مع الاي هحطها في المصدر يبقى اسمها اي بي، حلو، ومع اللي هي احطها اضيف لها اس زي ما حضرتك قلت تبقى هي بيس. كل الكلام ده غلط. الفعل ده ليه معامله خاصه، بيتقسم لام وايز وار. يبقى فيرب تو بي في البريزنت سمبل بيتقسم 3، ام وايز وايه وار. مع الاي ياخد ام معناها انا اكون واختصارها اهو. طيب مع الهي والشي والإت تاخد از واختصارها قدامك، زي I am happy او he is a teacher، جدع، تمام. او مع اليو والوي والزي تاخد ار، يبقى هنا they are at home. يبقى I am happy، he is a teacher، they are at home. طب تعالى بقى، لو انا هاخد الفعل ده انفيه زي ما احنا خدنا النيجاتيف. النيجاتيف كان دونت او دازنت. واحد يقول لي خلاص هقول دونت بي. هنا لما اجي اقول الجمله هتبقى I am not، is not، are not بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى I am not sad، انا لست حزين. she is not a nurse، هي ليست ممرضة. we are not late، نحن لسنا متأخرين. طيب تعال نشوف بقى لو انا هكون السؤال في verb to be. احنا في السؤال الناحية التانية كان do او does، هنا لا ابدأ بام مع الاي، ابدأ بإز مع الهي والشي والإت، ابدأ بار مع اليو والوي والزي. زي مثلا am I wrong، هو انا غلط. is it a dog، هل ده كلب. are you a student، هل انت طالب. والاجابه بتبقى بيس او نو، زي برضو دو او داز الاجابه بتبقى بيس او نو. كده انت يا بطل عرفت فيرب تو بي. تاني فعل عندنا بيحصل له برضو نفس الموضوع، ما بيتقبلش ان هو ياخد دو او داز، اسمه فيرب تو هاف. طب فيرب تو هاف يا شباب الصراحه بيعمل الاثنين، خبيث، بيرادي دو او داز
يعني ممكن اقول لك I don't have وممكن اقول لك I haven't. طب تعالى هنا مع الاي واليو والوي والزي استخدم have، زي هنا I have a book. تمام. مع الهي والشي والايت استخدم has، يبقى she has a car، يبقى have او has. طب تعالى هنا مع الاي واليو والوي والزي لو انا نفيتها هنفي بكلمه مين؟ don't، تبقى don't have. حلو. نفيت بدونت او نفيت بدازنت لو هستخدمه كفعل اساسي، ينفع انفي بهافنت وينفع انفي بهازنت لو هستخدمه كفعل مساعد. خلي بالك ينفع نستخدم الاثنين في اللغه الانجليزيه. برضه هنا في السؤال ينفع اقول لك دو او داز، فاقول لك ايه مع الاي والزي والوي والايه واليو، بس لازم احط هاف، تبقى دو زي هاف او دو يو هاف. هنا مع الداز استخدم داز ات هاف، يبقى دي معامله فيرب تو هاف في البريزنت ايه؟ في البريزنت سامبل. برافو عليك. طب تعالى بقى ركز معايا بطل في الحته اللي جايه دي. انا وانت دلوقتي اتعلمنا البريزنت سامبل وعرفت ان مع الاي هحط الفعل في الانفينيتيف تبقى اي بلاي او اي ستادي او اي ايت او اي ورك او ايا كان الايه الفعل اللي هحطه مصدر، ومع الهي والشي والايت هضيف للفعل ايه؟ برافو عليك اس. تمام. خلي بالك انا حاسك كده مش مركز معايا، خلي بالك لو جيت لك هعرف اعمل معاك ايه. ركز. برافو عليك. طب بص يا دكتور يا محترم، انا دلوقتي الحته اللي جايه دي مهمه جدا. ساعات يكون في فاعل في الجمله انا مش عارف ده مفرد ولا جمع، ساعات في كلمات عايز اقولها مش عارف اقولها ازاي. يعني عايز اقول هذا ولد. طب ماشي يا مستر، ما هذا دي يعني انت قلت لي انا يعني اي، يعني ايه هذا دي؟ طب وعايز اقول هؤلاء طلاب، هقولها ازاي؟ هنا حته من اساسيات الانجليش، حاجه صغيره جدا اسمها ادوات الاشاره. تعالى بقى نشوف ادوات الاشاره اللي هي كلمه this وكلمه that وكلمه this وكلمه those وزير is وزير are. طب مين دول يا مستر؟ حاجات بنشاور بيها. عايز اقول لك على الحاجه القريبه دي اهو، هشاور على الحاجه القريبه للقريب بقول this is my book، هذا كتابي. this is my book، هذا كتابي. طب اما هنا عايز اشاور على حاجه بعيده هقول that is my house، that is my house، هذا منزل. بعيد شويه، يبقى البعيد قلنا that والقريب قلنا this، يبقى this للقريب that للبعيد، this للقريب ذات للبعيد. تاني this للقريب ذات للبعيد. نعيد كمان مرة this للقريب ذات للبعيد. لو انا وانت بقى بنتكلم عن الازمنة this تعتبر هنا جاية مع القريب زي البريزنت، اما ذات بتيجي مع الباست. تمام. طب هنا بص بقى those وذيس هما بس الجمع. this دي عايدة على الحاجات القريبة وذوس عايدة على الحاجات البعيدة اللي هي ادوات الاشاره. طب ايه زير كلمه بمعنى هناك، تستخدم للاشاره للحاجات القريبه برضه والبعيده، بس هي زير بقى مش محدده ان كان قريب ولا بعيد، يعني براحتك. ودايما زير تيجي مع ايز، وخلي بالك لو انت يعني بتكون جمله وعايز تبقى سريع زير ايز دايما وراها او ان، عشان انا بيجي وراها ارتكلز بتاعه المفرد السنجلر ناونز. وخدنا ده واحنا بنشرح الناونز وقلنا ان في كاونتابل ناونز وانكاونتابل ناونز، اسماء تعد واسماء لا تعد، والسنجلر ناونز الاسماء المفرده بتاخد او ان. طب تعالى هنا there are للجمع، عشان كده لما قلت there are books on the table يبقى انا بتكلم على there are. طب تعالى انا وانت ندردش في الحته دي شويه كده. بص يا دكتور مصر، قلنا this قريب ذات بعيد، this بمعنى هؤلاء. انا بشاور للاشياء والاماكن واي حاجه، بس بنقول الاماكن اكتر نستخدم كلمه زيس، نستخدم كلمه زير للاماكن اكتر. طب عايز بس اخد من حضرتك ملحوظه، فكرني كده زير از تاخد ايه؟ ان ابل. ذات از ا تري. زيس ار تبقى مفيش بنسلز مش بنحط لها عشان جمع، نفس الفكره عشان جمع. هنا زير از ا بوك يبقى المفرد والجمع. خد بالي لو انا عندي كلمه سام ينفع احطها. مين سام دي يا مستر؟ سامعك انا بتقول لي مين سام ومين اني ومين الحاجات دي، مش عارفهم؟ دول اساسيات. طب تعالى اعرفك عشان ما فيش حد تاني بعد كده يقول لك ان ما تاسستش.
قول له انا اتاسست مع محمد القاضي وخدت كل حاجه. بص يا دكتور، ادي اللي جايه دي. الاول انا وانت لو قلنا everybody كلمه بمعنى ايه؟ بمعنى الجميع. وخد بالك لما اجي اتكلم عن everybody اللي هي الجميع دي، يهيأ لك ان انا بتكلم هي تستخدم للجمع، انا بتكلم بشكل عام. لكن لما جيت اعاملها مع الفعل هنا عملتها على انها مفرد. تخيل قلت لايك ولا لايكس؟ لايكس. يبقى everybody تدل على الجميع لكن تعامل مفرد. طب و somebody somebody يعني ايه كلمة somebody؟ هي تستخدم للمفرد غير محدد، يعني انا بستخدمها لما اكون بتكلم عن حاجة ايه؟ عن حاجة somebody شخص ما، احدهم. طب وعندي كلمة اسمها someone يعني شخص ما someone. I saw someone. طب وعندي كلمة اسمها no one يعني لا أحد. nobody here, no one here, no one. عندي كلمة اسمها everyone معناها كل شخص. وآخر حاجة اللي هي nobody اللي أنا قلت لك عليه. هاخد بالي جدا من الحاجات دي عشان بتيجي في أول الجملة وبتدربكني، مش بعرف أحدد هي مفرد ولا جمع، مش بعرف أحدد معناه. نرجع بقى للموضوع اللي انا قلت لك عليه اللي هو بتاع some وان. بص يا مستر، انا عندي كلمة some وعندي كلمة ان. بص يا دكتور، I have some question. some هنا جت مع ايه؟ جت مع اسم يعد جمع. طيب some تيجي مع الجمع وتيجي كمان مع اسم لا يعد، بس على شرط لو انا هتكلم انا وانت عن كلمة some. بص بقى، أنا عندي كلمة في اللغة الإنجليزية اسمها some. أنا عندي some وعندي any وعندي much وعندي many وممكن كمان عندي few وعندي little. بص يا دكتور، الحاجات اللي أنا هقولها لك دي لو ما عرفتهاش دلوقتي هتلاقيها في الامتحانات وهتضايقك وتبقى مش عارف ان انت ليه غلطت فيها عشان انت اهملتها. والقاعده بتاعت انك عارف كل حاجه مش هينفع دلوقتي. امتى استخدم كلمه some؟ بص يا مستر، اولا some تستخدم مع اسم يعد countable ويكون جمع، وكمان تستخدم مع اسم لا يعد. ماشي كده؟ زيها بالظبط هي برضو كلمه اني، يعد ويكون جمع او هنا لا يعد. يبقى كده مش هينفع نفرق بينهم بالطريقه دي. امال ايه يا مستر؟ تعالى اوري حضرتك كده انا هشتغل معاك فيه. لو انا جيت قلت لحضرتك ان كلمه some اللي قدامنا دي تيجي مع الجمله ايه؟ قال لي المثبته. يعني I have some، ممكن اقول some box عندي بعض الكتب، ممكن اقول some sugar. يبقى هنا some بتستخدم مع الجملة المثبتة. أو رقم 2 some تستخدم مع الجملة الطلبية. يعني أنا لما أقول لك can I have some water، ممكن تديني بعض المية. أو هنا could you help me، ممكن تساعدني sometimes، ممكن تساعدني احيانا، يعني ممكن تساعدني بعض الوقت. يبقى انا بتكلم عن الجمله الطلبيه. يبقى some تستخدم مع المثبته او الطلبيه، مع المثبته او الطلبيه. والطلبيه الجمله الطلبيه عموما يا شباب اللي هي بيكون فيها كلمه would او will او can او could. حلو. طب تعالى ناخد كلمة اني بقى. امتى استخدم كلمة اني؟ تستخدم كلمة اني مع ايه؟ قال لي 1 مع الجملة المنفية. اني تستخدم مع الجملة ايه؟ المنفية. زي ما اقول لك I haven't any books، ما عنديش اي كتب. او تستخدم مع السؤال العادي ان انا اقول لك do you have any books، هل انت عندك اي كتب؟ يبقى تستخدم كلمة any مع الجملة المنفية او السؤال. طب تعال
مين هي ماتش؟ تعال. قال لي يا مستر ماتش دي بتيجي مع الكمية، يكون اسم لا يعد، يعني اقول لك I haven't. وملحوظة ناس كتير بتغلط فيها وفنية غريبة شوية، ماتش بتيجي مع الجملة المنفية مش المثبتة والسؤال. يعني يا مستر ويا حضرتك يا طالب يا محترم ما تحطش ماتش مع جملة مثبتة. I haven't much sugar، انا ما عنديش سكر كتير. او اقول لك how much، يبقى how much معناها كم الكمية. طب تعال عندي كلمة تانية غير much اسمها many معناها كثير، وماتش برضه يا شباب معناها كثير، والاتنين دول بيساووا كلمة اسمها a lot of، برضه بمعنى كثير، بس دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الجمع. a lot of بمعنى كثير بتيجي مع الجمع او اسم لا يعد، وتكون الجملة مثبتة. اما كلمة many برضه لازم تبقى الجملة منفية او سؤال. منفية او ايه يا شباب؟ او سؤال. فاقول لك I haven't، انا ما عنديش many books، ما عنديش بعض الكتب. طب دي كلمة many. برضو في عندي how many، يعني ايه how many؟ يعني كم العدد. how many معناها كم العدد. طب نيجي عند few معناها قليل، بتيجي مع اسم يعد. يعني لما اقول لك ان I have few books معناها ان الكتب اللي عندي قليلة. تمام؟ لو استخدمت كلمة little معناها برضو ان اللي عندي قليل little. وخلي بال حضرتك ان little تيجي مع اسماء لا تعد، يعني شوجر. طبعا في ملحوظة صغيرة بتقول كلنا عارفينها، لو استخدمنا a few معناها ان العدد قليل لكن يكفي، ولو استخدمنا a little معناها ان هو قليل الكمية مش العدد، هنا العدد قليل الكمية لكن يكفي. طب يا بطل تعالى وانت نراجع على الزيطة والشخبطة والحاجات اللي احنا اندمجنا فيها دي. احنا قلنا some مثبتة واني منفية وماتش بتيجي مع الكمية. تاني برتبها معاك. some مثبتة واني منفية وماتش بتيجي مع الكمية. ماشي؟ ما انت مستغرب ليه؟ ما احنا كنا واخدين او ان او ذا ادوات الاسم المفرد. دول بقى مش مفرد، دول بيجوا مع الجمع واسماء uncountable لا تعد. يبقى some مثبتة، اني منفية، وماتش بتيجي مع الكمية. مين بتيجي مع العدد؟ الحاجة اللي هي جمعناه. طب نيجي عند few little، برضو خناقة ماتش وميني. ما هي ماتش كمية وميني عدد، يبقى few عدد وليتل كمية. ولازم تبقى عارف ان دول قليل دول كثير، والفيصل بقى الوت ايه؟ الوت اوف اللي بتيجي مع الجملة المثبتة. افتكر بس ان الجملة الطلبية بتيجي مع كلمة some. وعايزك اهم حاجة في الكلام ده كله تعرف ان محمد القاضي معاك. هعيد وازيد معاك الكلام تاني، هنرتبه من الاول، نعيد ونحل عليه. لسه بعد دون هنقعد انا وانت نحل بقى شوية كتير على اساسيات. فارجع معايا كده، هنشرب شوية مية وناخد نفسنا ونبدأ نرجع تاني. ونفسي اقول لك على حاجة، لو انت بتكتب معايا ورقة وقلم يفرق معاك قوي، خلي بالك. نستعين بالله ويلا بينا.